لو عندك انترفيو لازم تعرف تستخدم الستار موديل في كل الامثله وفي كل الاجابات اللي انت هتقولها. الستار موديل هو عباره عن ايه؟ الستار موديل هو عباره عن السيتويشن، التاسك، الاكشن، الريزلت. لما يكون عندك انترفيو لازم تبقى منظم الى حد كبير جدا، ولازم الشخص اللي بيسمعك في الانترفيو ما يتوهش منك. فلازم تبدا اول حاجه بالموقف السيتويشن، والسيتويشن يبقى مختصر، يبقى في دقيقه، ولازم توجد فيه مشكله. ليه؟ لان هو انت بتقول حاجه جامده، ففين المشكله في الحاجه الجامده؟ فلازم في السيتويشن ده توضح ان في معضله، ان في مشكله وانت هتحلها. بعد كده التاسك او المهمه اللي انت كنت مطالب بيها، ولازم تكون سمارت، لازم تكون محدد جدا فيها. لازم تكون فيها تايم لاينز او فيها وقت معين، لازم يكون واضح لي انت مطلوب منك ايه عشان تنجح. تالت حاجه وهي الاكشنز، والاكشنز دايما بنفضل ان هي تكون في صوره بوليت بوينتس او في صوره نقط. فانت لو هتيجي توضح لي تقول لي والله واحد عملت كذا وكذا واشتغلت على كذا، اتنين رحت وجهت كذا وكذا وكذا، تلاتة عملت كذا. فبقى انا شايف بعيني وبسمعك كويس قوي فين الحاجات ومتخيل اللي انت عملته. اخر حاجه خالص وهي الريزلتس، والريزلت لازم تكون مربوطه بحاجتين، مربوطه بالسيتويشن اللي انت قلته في الاول، ومربوطه بعد كده بالتاسك وحققت اللي انت كنت عايزه، وتكون برضو significant او تكون ذو قيمه فعاله، ما تكونش والله نتائج اي حد ممكن يعملها. اخر حاجه في الستار موديل دايما اعتمد انه يبقى اي او انا عملت ايه، ما يبقاش وي. فلو انت اتسالت في الانترفيو ايوه يعني انت دورك ايه في الموضوع ده، لازم تكون عارف كويس قوي هترد تقول ايه.